من لعبة لتجربة خطيرة. هو ايه اللي بيحصل؟ في الايام اللي فاتت ناس كتير خافت واهالي كتير قلقت، واطفال لقت نفسها قدام اسئله اكبر من سنها. والسبب هنا لعبه كان عليها جدل كبير جدا قبل كده واتمنعت في دول كتير، وفي مسلسل بيتعرض الايام دي اسمه لعبه وقلب بجد، واللي بيناقش احداث خطيره. كده شكرا. واللي بيناقش احداث خطيره حصلت في اللعبه دي، زي اللي حصل مع الطفله اللي كانت فاكره انها بتلعب مع طفل في سنها. لا، والادهى من كل ده انه طلب منها ان هم يتجوزوا وتبان الحقيقه ويطلع ان هو راجل كبير وكان بيستغلها. ولا التهديد اللي اتعرض له الطفل في تحدي علشان يبلع غطا القلم وكان هيموت فيها. وعلشان كده يجي المسلسل ده فيفتح تساؤلات في دماغ ناس كتير، سواء اهالي او لا. واللي خلانا هنا قدام مصيبه كبيره جديده بتحصل للاطفال، والاهالي ما بقوش عارفين يحذروا اطفالهم من ايه ولا ايه ولا ايه. وده يخلينا نفهم الاول ان اللعبه بتبتدي بتسليه عاديه وبتتحول بعد كده لتحديات صعبه. والمصيبه هنا ان التحديات دي بتتقلب بعد كده لخطر بيهدد الاطفال. طيب، هو ازاي ده بيحصل؟ خليني بقى اشرحها لك بشكل بسيط. هي عباره عن سيرفر. السيرفر ده جواه الاف من الالعاب، واللي بيكريتها مستخدمين عاديين، يعني مش شركه واحده ولا رقابه واحده. انا ممكن اكريت لعبه، انت كمان ممكن تكريت لعبه، اي حد ممكن يقدر يكريت. فبالتالي المستخدم مش بس متفرج، لا، ده كمان مشارك، يعني يقدر يبني اللعبه باي شكل هو عاوزه. هنا يطلع واحد بقى ويسالني، يعني هي اللعبه دي عباره عن ايه يا عم احمد؟ بص يا سيدي، هي عبارة عن سباق ومغامرات ومحاكاة للحياة الطبيعية اللي احنا فيها، ورعب، وأحيانا محتوى غير مناسب أصلا للأطفال. وده الجانب المظلم اللي محدش يعرف عنه حاجة في اللعبة. والطفل بيتنقل بينهم بضغطة زرار بسيطة. فهنا بيتحول ان هو مدمن، عنده اختيارات كتير، ممكن يختار اي لعبه ويعلم بقى كل لعبه مين اللي مكريتها ولا عامل فيها ايه، لان هي البديهي والطبيعي انها بتظهر له انها مجرد لعبه شكلها بريء جدا. حتى انا كولي امر ممكن اشوفها لعبه ما فيهاش اي حاجه، الوانها فاتحه وشخصياتها شبه المكعبات. بس هنا بقى يجي السؤال اللي محيرني ومحير الناس كلها. لما الطفل بيجي يدخل روبلوكس هو بيلاقي ايه؟ اول حاجه بتقابله ان هو بيبدا يكريت شخصيه لنفسه، اسمه وشكله ولبسه، كأنه بيخلق نسخة ليه بالظبط جوه العالم ده. المرحلة التانية بقى إن هو بيبدأ يتواصل مع ناس من كل مكان في العالم. يتواصل معهم إزاي بقى؟ من شات برايفت لجروبات فيها كلام، والأغلب إن الكلام اللي بيتقال غير مناسب لسنه أصلا. ده غير التنمر والاستغلال لبراءة الطفل ده. وهنا بقى يبدأ يظهر الجانب المظلم اللي أنا كنت بتكلم عليه، اللي هو تلعب شوية فتكسب فتتحمس أكتر، فتلعب تاني فتكسب أكتر، فتقعد اكتر. وده بقى بيدخلك في دوامه صعب ان انت توقفها بسهوله. والمصيبه ان في العاب بتبدا تشد الطفل وتجرجره ليها من الحته اللي هو بيحبها، زي الادمان كده بالظبط، انه يكسب فيدخل في ليفل اعلى فيبقى اقوى، فيكون هنا مختلف عن صحابه، ومن بعدها يبدا الضغط. مش بالضروره يكون تهديد زي اللي اتعرض في المسلسل، لكن بيبقى فيه ضغط نفسي. وهنا بقى اللعب بيبدأ يتحول من تسلية لشيء هو مفروض ومجبر عليه. والضجة اللي حصلت الفترة اللي فاتت هي ضجة ما كانتش غريبة أصلا، وكده كده كنا عارفين إنها هتحصل، علشان المسلسل كبر الصورة دراميا، لأنه لمس حاجة كانت موجودة فعلا، إن الطفل ممكن يتساب لوحده قدام شاشة الموبايل لمجرد بس إنه بيلعب. والسؤال هنا بقى المرة دي مش إن اللعبة حلوة ولا وحشة، السؤال الحقيقي أنا ابني بيلعب إيه مع مين؟ ودي حكاية ابتدت بلعبة وقلبت بمأساة. ويا ريت ما تنساش تعمل لنا لايك وشير علشان توعي غيرك.